كسلانه وبتقضي نص يومها في السرير؟ انا. ومين بتفضل طول اليوم تقلب على تيك توك؟ برضو انا. ومين بتلاقي على تيك توك حيل طبخ سهله وسريعه تقدر تعملها بمنتهى السهوله بس ما بتجربش تعملها عشان هي كسلانه؟ دي انا. فعشان كده في فيديو النهارده هنجرب حيل الطبخ على تيك توك، حيل سهله تتعمل في 5 دقايق وكمان شكلها يجنن، بس عمرنا ما جربنا نعملها قبل كده عشان مفكرينها انها حاجات فاشله. وهنا عايزه اقول لكل الكسلانين اللي زيي ما تقلقوش، انا هجرب الحيل دي بدلكم وانتوا جربوا الحيل الناجحه منها. بس ايه الاوفر ده؟ اول حيله هتكون عن الاندومي الكوري، طريقه جديده بيعملوا بيها الاندومي الكوري هتخلي اللي ما بيحبش الاندومي الكوري يعشقه، وانا هموت واجربها. انتوا مش متخيلين، يعني انا قاعده هنا بس انا قلبي بيعملها دلوقتي. بصوا شكلها، انا عايزاكم. يا لهوي، قلبي مش قادر. اول حاجه عملت الاندومي الكوري عادي جدا واستخدمت الاندومي الكوري البينك، فانا هستخدم البينك. وبعدين جابت حاجه اسمها رايس بيبرز اللي هي ورق الرز، حشت الاندومي جوه ورق الرز، حطت موتزاريلا وبعد كده حمرتها في شويه زيت. وواو يا جماعه، بقت من بره كريسبي ومقرمشه ومن جوه طريه ومحشيه جبنه وبتمط. خلونا نجربها دلوقتي بس كل اللي هنحتاجه 3 مكونات بس: اندومي كوري والبينك زي ما هم عملوا، عشان لو طلعت بايظه يبقى انا ما عملتش اي حاجه غلط. جبنه موتزاريلا عشان تشد قوي، والمنتج اللي انا اول مره اجربه الرايس بيبرز. عملت الاندومي وخايفه، والله بجد خايفه من نفسي اكله قبل ما اعمل الوصفه عشان مش قادره اقاوم، يعني عايزه ادوقه. هدوق واحده صغيره كفايه. هطلع بقى رايس بيبر بيبقى شكلها كده، واللي هي عملته انها بلتها، فاحنا كمان هنبلها. كلموني عن الدقه في عمل الوصفات، مفيش زي بعمل كل حاجه زي ما قال الكتاب. اظن كده احنا وصلنا للشكل بتاع الرايس بيبر اللي المفروض تبقى عليه. هفردها وبعد كده هحشيها اندومي كوري. ودلوقتي فقرتي المفضله الموتزاريلا، مش هزود شويه. هنحاول دلوقتي نقفل عليها زي البيبي اللي داخل ينام. تصبحي على خير. ترى هنحط طاسه صغننه على قدها لا لسه استنوا احطها فين؟ مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه. عايزه طبق. هرش زيت الاول. مستنياه يسخن. ودلوقتي هنحمرها. مزيكا، الصوت اللي انا سامعاه دلوقتي مزيكا لوداني حرفيا. اتحمري يا صغننه، اتحمري، مستنياكي. جماعه خدت لون الحمد لله من اول ناحيه. هقلبها دلوقتي. لا قلبي الجيران هيقولوا البنت دي مجنونه عشان انا غالبا بصوت في كل الاوقات في الشقه. بس يا جماعه ايه اللون ده؟ والله العظيم انا مش بأفور، بس ايه ده؟ عادي، خلصت خلاص وبقت جاهزه عشان اكلها. بصوا جمالها، طالعه شبه الفيديو بالظبط. اول حاجه هنعملها هي تيست القرمشه، نشوفها كريسبي من بره ولا لا. انا مش هتكلم، بالظبط مظبوطه. فاضل الطعم ويبقى كده كل حاجه تحفه. هفتحها معاكم. يا لهوي، جاهزين؟ سخنه يا جماعه، شكلها من جوه رهيب. دي احلى طريقه ممكن تاكلوا بيها الاندومي الكوري، نقطه. عايزين صدقوني، مش عايزين تصدقوا، جربوا بجد. واو، 10 من 10. احلى حيله جربتها في حياتي. مش هدي نور دي، مش هدي دي. ازاي يعني؟ انا هاكلها. لا والله هاكلها. لا والله ما في هزار في الحاجات دي. تاني حيلة بقى هي طريقة لعمل الشيبسي بالجبنة. مش الشيبسي بطعم الجبنة، شيبسي بالجبنة، شيبسي مصنوع من الجبنة. طريقتها سهلة جدا. جاب جبنة تشيدر وقطعها مربعات وعمل خرم في النص، معرفش هو عمله ليه بس انا هعمله. وبعد كده حطها في صينية، رش عليها ملح وحطها في الفرن. خرجت احلى شيبسي في الجبنة. شفتوا شيبسي في الجبنة؟ شيبسي، ما هو فعلا شيبسي في الجبنة، جوه الجبنة. طول عمري باكل شيبسي بالجبنة. ليه ما فكرتش؟ ليه الدماغ دي ما فكرتش ان انا اعمله بجبنه حقيقيه؟ بس هل هتنفع؟ ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي.
انا جبت الجبنه دي سهله قوي، هي طلعت جبنه شيدر حمراء، جبتها بالظبط نفس النوع اللي هو استخدمه، وقطعتها على شكل مربعات كده شبه الشيبسي. الشيبسي دواير. يعني انتوا مش عايزين نعمل وصفه، يعني انتوا مش عاجبكم كده، انتوا مش عاجبكم الوصفه اللي انا تعبت عشان اعملها، ماشي، بس انا ما عرفتش اقطع الجبنه دي دواير. ينفع نعملها مربعات وتطلع برضو شيبسي؟ تمام، حاسه ان انتوا موافقين. هرص الجبنه زي ما هو عمل بالظبط. انا مش متخيله مدى الدقه بتاعتي في الفيديو النهارده، بجد بعمل الحاجه بالظبط، خطيره مفيش زي. وبعد كده جبت دي عشان اعمل الدايره اللي في النص دي، اللي انا نفسي لو قابلته واساله حضرتك عامل الدايره دي ليه؟ ايه الفايده من الدايره؟ هنرش كمان ملح عشان الشيف ما يقولش علينا حاجه. يعني الجبنه مملحه، ليه بنرش عليها ملح؟ هو انا ليه بتفلسف؟ انا مالي، هو عملها كده نعملها زي ما هو عملها. هحطها في الفرن واجيلكم. وسع 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 عشان الشيبسي جه. هل ده شيبسي؟ انا معرفش. هل ده المفروض يطلع؟ معرفش. هل يعني طعمه عدل؟ برضو معرفش، بس هنجرب نشوف خدعه الشيبسي. شيبسي ده ولا مش شيبسي؟ شيبسي ده ولا مش شيبسي؟ هتقولوا لي عايزين نسمع القرمشه، هسمعها لكم. شيبسي بالظبط. شيبسي ولا لا؟ شيبسي. في ناس حاضره حاسه انا بعمل سحر. الصوت ده شيبسي، ملمسه شيبسي، شكله شيبسي، قرمشته شيبسي، بس طعمه مش شيبسي. ممكن نقول عليه ان هو جبنه متحمصه يمشي، بس نقول ان هو شيبسي ده مش طعم الشيبسي. لونه تحفه، شكله تحفه، اتعمل بالظبط زي الفيديو، بس الفكره انه للاسف مش حاسه بطعم شيبسي، مش حاسه بتجربه الشيبسي. فلو بتسالوني نجربه ولا لا، جربوه، بس لو انتوا عارفين ان هي جبنه متحمصه مقرمشه. لكن لو مفكرين ان هو هيطلع شيبسي لا. ادي الحيله دي 6 من 10. تالت حيله بقى هي حاجه كده انا حسيتها سحر مش حقيقيه. عارفين لما تدلقوا حاجه على الترابيزه من غير ما تقصدوا وتبقوا عايزين تشيلوها، فوانتوا بتشيلوها تعكوا الدنيا بدل ما تنضفوها اكتر؟ انا بقى جبت لكم حيله نشيل بيها الحاجه اللي اتدلقت دي من غير ما نوسخ اي حاجه حرفيا. وحيله احنا ما جاتش في دماغنا عشان غالبا احنا اغبياء. الراجل يا عيني دلق كاتشب، خاف مراته تزعق له، عمل كده بقى. احسن حيله للتنظيف شفتها. جاب منديل وجاب شوبستيك، وبعد كده شال الكاتشب من على الترابيزه، ما تبقالوش نقطه، شاله كله. انا حاسه انه الحيله دي هتفيدني كتير قوي عشان انا بحب ابهدل الدنيا حواليا، فهجربها وبجد لو نجحت انا هعتمدها في حياتي كلها. كل اللي محتاجينه عشان نختبر الحيله دي 3 حاجات: كاتشب، شوبستيك، عصايه، اي حاجه، ومنديل. بس هنحط كاتشب هنا وهنحطه برضو هنا، وهنعمل تجربتين. هنا هجرب امسحه بشكل عشوائي زي ما كلنا بنمسح اي حاجه، وهنا هجرب الحيله اللي انا اتعلمتها. انا بمسح اي حاجه ازاي؟ كده بصراحه بالظبط. بصوا بقى ثابت ايه؟ ثابت اثار كاتشب. الدنيا كلها ملغوصه مبهدله، ما مسحتش كويس، هضطر اعيد عليها كذا مره غالبا. برضو لسه هشيل تاني، لسه طريقه مش اصح حاجه. طب ايه الحيله بقى اللي هم بيقولوا عليها وبيقولوا لو احنا عملناها مش هيتبقى ولا ذره كاتشب على الترابيزه؟ اول حاجه هنحط المنديل كده، وهنحط العصايه دي هنا، وهنبتدي بالراحه نتحرك لقدام. انا هسيبكم تتصدموا براحتكم، بس برضو عايزاكم تتاكدوا الحته اللي انا نضفتها نظيفه ما فيهاش اي حاجه، وكمان الكاتشب طلع على المنديل زي ما هو بنفس الرسمه اللي انا رسمتها على الترابيزه. ايه تفسيركم لده ايه؟ ليه ما كانوش بيعلمونا الحيله دي واحنا صغيرين؟ كان التنظيف بقى اسهل بكتير. الحيله دي خطيره، هستخدمها دايما في حياتي وتاخد 100 من 10. مش ساعات كده بنبقى قاعدين بالليل بنتفرج على فيلم، بتحسوا كده نفسكوا هفكوا على البيتزا، عايزين تطلبوا بيتزا دلوقتي، اللي هو انا مش عايزه اكل اي حاجه في الدنيا، انا عايزه اكل بيتزا، بس طبعا مش بنعرف نشتري بيتزا في نص الليل. فانا جايبه لكم دلوقتي حيله، تدخلوا دلوقتي حالا المطبخ تعملوا لكم بيتزا ستافد كراست، يعني الجوانب بتاعتها محشيه جبنه بمنتهى السهوله، بتاع 3-4 مكونات. اول حاجه جابت عيش التورتيه، وبعد كده فضلت تحط في موتزاريلا ستيكس في الجوانب وقفلت عليهم، فعملت اطراف محشيه جبنه، دهنت في النص صلصه، حطت موتزاريلا، دخلتها الاير فراير. حطوها انتوا في الفرن لو ما عندكوش اير فراير. بيتزا دي بيتزا ولا لا؟ بيتزا ومحشيه الاطراف. فانا هقوم اعمل لي بيتزا دلوقتي.
جبت كل المكونات: عيش تورتيه، موتزاريلا ستيكس عشان نحشي الاطراف، صلصه، جبنه موتزاريلا. اول حاجه هما جابوا الحته دي من العيش وحطوا هنا الجبنه وقفلوا عليها. انا بقى عشان حاسه ان انا مش شاطره قوي فهحاول اقفلها بخله سنان عشان ما تفكش مني في الاير فراير. حلو لحد دلوقتي. وتاني حاجه نحط واحده هنا، يا رب ما تكسفش قدامهم وتظبط يا رب. وبعد كده نحط واحده كمان هنا، واخر واحده هنا. وبكده بقى عندنا قاعده بيتزا كانها عجينه بيتزا بالظبط، وكمان محشيه الاطراف بالجبنه في دقيقه واحده بس. هدهن في النص الصلصه وهحط جبنه موتزاريلا. ودلوقتي البيتزا بتاعتنا بقت جاهزه ان هي تدخل الفرن او الاير فراير. هدخلها واجي لكم بعدها بالظبط. جاهزين تشوفوا البيتزا؟ المنظر اللي انا شايفاه قدامي طلع احلى من اللي انا بجيبه من المطعم. فازاي لما انا اعمل في البيت المنظر ده في المطعم يعملوا ايه؟ 3 2 1. ايه رايكم؟ ايه رايك؟ تحفه. كمان 10 مليار من 10. وانت؟ اجمل حاجه. بجد ايه ده؟ تجنن. واطرافها محشيه جبنه ومقرمشه. انا مش هشتري بيتزا تاني، هشتري عشان انا كسوله برضو وهكسل اعمل دي، بس بجد ممكن استخدمها مرات كتير بدل ما اشتري البيتزا ده بجد. دي احلى حيله. انت مالك انت ليه بترد؟ رأيي. رايك انت مالك؟ ده المهم رايي. بس دي احلى حيله. يلا نشوف المطه اللي بجد يا جماعه. كل ما بشتري بيتزا مش بتمط عشان بطلبها وانا في البيت، فعقبال ما بتجيلي بتكون بردت فما بتمطش، لكن دي لو عملتوها في البيت دايما هتمط. لو ما مطتش هيبقى شكلك حلو. مطي بليز عشان الاحراج. ايه رايك؟ واو، بصوا جماعه، ايه ده؟ انا مش قادره استنى، عايزه ادوق. والله بيتزا. طب ادوق. لازم تدوق. مش قادرين يا جماعه. بصوا يا جماعه الحته اللي انا هديها له، هو اللي طلب الاول. ممكن تهدى؟ هاتيها كلها. ماشي. خد. عايزه رايكم بجد. تحفه. يا جماعه عمالين ياكلوا مش عارفين يقولوا رايهم. ممكن تنجزوا؟ انا عايزه رايكم بالنسبه لانها شبه البيتزا ولا. انا عارفه انه طعمها حلو، بس بالنسبه للشبه بينها وبين البيتزا بجد. والله فلفل وزيتون وتبقى بيتزا بالظبط. بس في ناس بتحبها مارجريتا بصلصه وموتزاريلا بس. دي 100% مارجريتا، واحلى من اي مارجريتا اكلتها من اي مطعم. يا جماعه نصيحتي، حطوا عليها بيبروني، حطوا عليها تركي، بسطرمه، سجق، فراخ. شوفوا انتوا بتحبوا بيتزا ايه وضيفوا عليها الاضافات دي. مش هتعرفوا تفرقوا بينها وبين البيتزا حرفيا. بالنسبه لي هديها 100 من 10. 100% الحيله دي نافعه وصح جدا. عارفين الموتشي؟ هو نوع الايس كريم اللي بيبقى عباره عن كرات محشيه ايس كريم ومحاطه كده بعجينه ومرشوش عليها دقيق. نوع الايس كريم ده طلع ترند فجاه وبدات كل الناس تاكله وكل الناس تجربه. هو اصلا نوع ايس كريم ياباني بس طعمه يجنن. يا جماعه انا جربته قبل كده بجد، يعني تحفه. ببقى نفسي اكله كتير بس طبعا لازم انزل واروح المحل، فلقيت حيله نعمله بيها في البيت وسهل جدا. يا جماعه طلع عبيط قوي. لو الحيله اللي انا هوريها لكم دي نفعت، انا هفتح محل موتشي. بهزر، هعمله واكله في البيت. بس جابت رايس بيبرز اللي احنا استخدمناها في الوصفه الاولانيه بتاعت الاندومي وبلتها في الميه عشان تبقى طريه، وحطت جواها نوع الايس كريم اللي انتوا عايزينه، اي نوع بقى براحتكم، بطيخ، فراوله، بلو بيري، براحتكم. وبعد كده لفت حته الايس كريم بالرايس بيبر، وبعد كده حطيتها في الفريزر، وبقى عندها احلى موتشي تاكله في ساعتها. مش لازم تنزل ولا اي حاجه. عشان نعمل الموتشي مش هنحتاج غير مكونين بس. اول حاجه الرايس بيبرز اللي احنا استخدمناها في حيله الاندومي الكوري، وتاني حاجه الايس كريم. بس انا عشان هو موتشي ودايما بيتباع باطعمه والوان كتير، فانا قررت انه لون واحد مش كفايه ولا حتى لونين ولا 3. احنا هنعمل 4 الوان. هنعمل واحدة زرقاء بطعم غزل البنات، وواحدة بيضة بطعم الفانيليا، وواحدة بينك بطعم الفراولة، وأكيد لازم واحدة بني بطعم الشوكولاتة. هنبل الرايس بيبرز زي بالظبط ما عملنا في حيلة الاندومي كوري. بليت الرايس بيبر وبقت جاهزة. يا لهوي. أول طعم هجربه هو الفراولة عشان نفسي أشوفها وهي لونها بينك كده. خدنا بولة الايس كريم هحطها في النص، وبعدين هناخد الرايس بيبر ونلفها حواليها وكده وكده وكده. واخر بقى التركية دي من عندي عشان شكلها يطلع بالظبط زي الموتشي. هتجيبوا مكون سري، دقيق الرز. الموتشي اللي هو ده شكله دايما بيبقى لونه كده عليه دقيق ابيض، فالدقيق ده مش هو الدقيق العادي، لا هو دقيق الرز ده. انا عملت سيرش كتير قوي عشان اكتشف
ما عملتش ولا حاجه، انا عارفه اوريدي. ما تقولش انه شكلها مش بالظبط شبه الموتشي، هي بس مكعبره شويه، وهو ده شكلها. هعمل الثلاثه الباقيين واجيلكم. الموتشي جاهز. عملت 4 أطعمة مختلفه ب4 الوان مختلفه، متحمسه ادوق كل واحده فيهم. اول واحده هفتحها معاكم هي الفراوله. جماعه لو مش ده موتشي هيبقى ايه؟ حلوه 100% حلوه. بالنسبه للطعم تاخد 10 من 10، بس بالنسبه لقربها من طعم الموتشي 8 من 10. في اختلاف، عشان بصراحه ما اقدرش اظلم الموتشي اللي بره. الموتشي اللي بره احلى شويه، بس لو انتوا نفسكم تجربوا الموتشي فبجد دي شبهه بطريقه مش طبيعيه. وبكده نكون عملنا 5 حيل للمطبخ سهله وسريعه وتخلص 5 دقايق، وكل حاجه طلعت شكلها تجنن. جماعه كل التجارب نجحت، انا عمري ما عملت 5 تجارب في فيديو وال5 ينجحوا. فاللي انا محتاجاه منكم دلوقتي انزلوا حالا واكتبوا لي في الكومنتس ايه اكتر حيله من الحيل ال5 اللي انا جربتهم النهارده اللي انتوا حاسين ان انتوا لازم تقوموا دلوقتي حالا لو المكونات دي موجوده وتعملوها حالا. هنشارك معاكم دلوقتي انا ونور ويحيى، كل واحد فينا حب انهي حيله اكتر. اول واحد نور. البيتزا التركية. بيتزا اوكي. وانت بتهزر؟ انتوا اتنين بيتزا؟ انا الاندومي. اكتبوا لي دلوقتي في الكومنتس انتوا ايه اكتر حيله عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ويا جماعه فعلوا زر الجرس دلوقتي. باي.